فيديو مختلف تماما، اول مره احط على اليوتيوب فيديو ليا وانا بحط ميك اب. يلا بينا. ده علشان ما نوسخش الاشارب، وبرده اول فيديو يبقى بالعرض، فقولوا لي بالعرض احلى ولا بالطول ولا ايه، وانا معاكم يعني. يمكن اول مره هنا على الشانل تشوفوني من غير ميك اب. واتسالت بقى بشليار مره بتحطي ميك اب ازاي، اتسالت على كل حته، على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام. يمكن على الانستجرام بحط على طول، ده مرطب الفيتامين سي، هكتب كل حاجه تحت ان شاء الله. ده فيتامين سي سيرم بتاع سيفورا. فاتسالت كتير قوي، فقلت طيب خلاص بقى حان الوقت ان انا اقول لكم انا بعمل الميك اب بتاعي ازاي. طبعا باين جدا على وشي قد ايه اثار الصن دامج، او يعني الشمس، اثار الشمس. فالميك اب بيخبي بقى الحكايه دي خالص. انا هنا بحط كريم تحت العين، ده اسمه سيراميدين من سيفورا. انا الحاجات اللي بستخدمها مش كلها غاليه ومش كلها رخيصه، يعني بعمل ايه ميكس بين الاثنين، بحاول على قد ما اقدر يعني. افتكروا ان انا دكتوره جلديه، فانا تقريبا عارفه، يعني انا عارفه كويس انا بعمل ايه وجلدي محتاج ايه. اوكي، علشان السواد اللي تحت العين ده، الكونسيلر لو حطيناه عليه على طول بيقلب رمادي جراي. فالحل ان انا بستخدم كوريكتور الاول. فهستخدم معاكم مرايه بقى بس من بعيد. شايفيني كده؟ كوريكتور هنا لونه اورنج. اوكي، وبحطه على كل الحتت اللي ممكن تكون غامقه، يعني زي هنا مثلا. اي نعم شكله برتقالي قوي. ده الكوريكتور كان من كيكو. ده بقى تارت شيب تيب، فين رقمه ميديوم ولا هتشوفوا حاجه. ده كونسيلر هايل طبعا، معروف في كل حته وكل الناس بتستخدمه ومعروف جدا. اسمه تارت شيب تيب. ولو على فكره قولوا لي لو موضوع الميك اب ده عجبكم، ممكن نعمل فيديوهات سكين كير وميك اب هنا برضو. يعني انا معتمده بس على الانستجرام، لكن لو عايزين نعمل على اليوتيوب قولوا لي. انا هركز جدا في الكومنتس بتاعت الفيديو ده بالذات. طبعا عشان انا عارفه يعني السن اللي بيتابعني على اليوتيوب او على اي حته، فانا الميك اب اللي انا بحطه مناسب لسننا، اللي هو فوق ال30، فوق ال40، فوق ال45، كل ده فوق ال50، كل ده ينفع. انا بعد ما حطيت الكونسيلر لازم بدوس عليه بايدي تاني كده عشان اشيل اي زيادات، لان احنا عندنا خطوط تحت العين وفوق العين وجنب العين وكل حاجه، علشان الزيادات دي ما تتحطش، يعني ما يعني ايه، ما توقفش جوه الخطوط دي، يعني ساتلز في الخطوط وتوضحها اكتر. الخطوه اللي جايه اي بقى كريم اي شادو، ده مثلا بتاع جيموشي، لكن ممكن تحطوا اي حاجه. هنحط شويه هنا كده. انا بقى يعني الناس اللي سني، عندنا هنا المشكله ان بيبقى ده واقع شويه او وارم، او ان هو باين زياده قوي، فلازم نغمقه. اللي هو ده الحته دي اللي شايفين دي بارزه، دي محتاجين نغمقها. ازاي؟ بالاي شادو الغامق. دي باليت اي شادو اعتقد بتاعت مورفي ولا ايه، بتاعت مورفي. اي لون بني، اي لون بني، بس بني على سنه، في سنه برتقالي يعني، فاهمين؟ سنه. هبص هنا معلش اعذروني، بس انتوا كده هتبقوا شايفين كويس. بركز على الجنب ده. حلو كده؟ اوكي. وبعدين ادخله لجوه. انا بخلق كريس، يعني بخلق فولد للعين فوق الكريس الطبيعي. يعني الكريس الطبيعي عندي هنا، لا انا بطلع فوقيه عشان اغمق المنطقه دي، لان وانس غمقت المنطقه دي يبقى انا رجعتها لورا، ما بقتش بارزه قوي لقدام. وطبعا هطلب منكم ان انتوا تراست ذا بروسيس. الموضوع بياخد شويه وقت علشان كل اللوك يكتمل مع بعضه. بعد كده هحط اي شادو اخضر، بما اني لابسه اخضر، وده من اكتر الالوان اللي بحطها لما بحطها بتسال عليها. ده من كيكو. اوكي، بصباعي، مش لازم خالص يعني مش لازم بفرشه، يعني مش شرط، بالعكس ساعات بالصباع بيطلع اوضح. وهحط في النص. وبعدين هندمجه بقى مع البني اللي احنا حطيناه.
بحيث ان ما يبقاش فيه يعني خطوط او حد واقف في الاخضر خلص والبني، لا بندمج الخدود دي. بعد ما دمجت واللون تقريبا اختفى برجع احط تاني وادمج تاني، فاضيين بقى. بعد ما دمجنا ده بقى هنعمل خطوه في منتهى الاهميه، وهي ان احنا هنحط كحل جوه العين اسود، لانه الحقيقه من غير الكحل الاسود جوه العين بتبان عيانه خالص، لازم يتبري. ثانيه واحده. ومهم ان الخط اللي تحت واللي فوق فرق كتير، صح؟ وبعدين هنحط كمان ايلاينر من فوق اللي هو ده، بس ده من نيكس، بس مش هعرف احطه معاكم هنا، هحاول. لا مش هعرف، اعتقد الشكل فرق، واكيد هحط لكم في الاخر البيفور اند افتر. هنحط شويه بني تحت علشان ندي سموكي اي. هنحط ده هنحطه تحت هنا. وافتكروا انه احنا ان شاء الله هننضف كل ده حالا. زي ده بقى كده اصبح سموكي. حان الان وقت الماسكارا. طبعا انا مش ميك اب ارتست باي حال من الاحوال، واللي انا بعمله ده علشان انتوا طلبتوا مني الميك اب اللي بعمله في التصوير، فمجرد ان ده انا حاجات بعرف اعملها على نفسي واتمرنت عليها، ان دي الحاجات اللي بتخلي بتنفع ليا انا بس، يعني مجرد انا بلبي طلبات الجماهير. ماسكارا دي من تلسكوبيك من لوريال. لو بتحطوا ماسكارا ومش عايزين تخبط فوق، دايما خلوا المرايه لتحت كده. اللي استخدمتها قبل كده اللي هي اللوريال للتطويل دي، ننتقل بقى، دي اسمها نارس كلايمكس اكستريم، هي دي، بس دي الميني. انا في الماسكارا دايما بجيب الميني علشان الماسكارا بتبوظ بسرعه، والمفروض ان احنا نبدلها مثلا كل شهرين 3 ماكسيمم، فعلشان اضمن ان هي تشتغل لاخر بجيب الصغير. الكبير بتنشف وبيبقى نصها لسه فيها، فدي تip يعني كده. بس حان وقت ان احنا ننظف. ازاي بقى؟ بكونسيلر خفيف، يكون حاجه خفيفه. بعمل هنا وهنا، شايفين؟ وهنا، وكمان باجي هنا في الحته دي بهايلايت المنطقه اللي في النص. كده تقريبا العين خلصت. فاضل لنا ايه بقى؟ الحواجب. انا ما بعملش حاجات كتير في الحواجب الحقيقه، بحط براو جel بس، ده من كيكو ما شاء الله. ببص في المرايه العكس، لا ده مش من كيكو، سوري، ده من نيكس. من نيكس. اعتقد الفرق باين، يعني مش فرق كبير قوي، يعني مش مرسوم قوي، بس على الاقل ايه باين اتقل سنه من الناحيه دي. ده فاونديشن ارشحه جدا بتاع كاتريس، اسمه ترو سكين. انا رقمي فيه نيوترال توفي رقم 46. انا معظم اللي انا بقوله لكم ده انا متعلماه سيلف توت، يعني متعلماه من نفسي من اليوتيوب، ولا حضرت كورسز ولا بتاع. بدمج، ودي مهمه جدا. بالبرش اختاروا برش تكون عامله كده، يعني تكون ليها كده، دي يعني يكون مليانه كده. دي بتدمج بسهوله جدا. دي من سيفورا رقم 6، لكن ممكن تجيبوا من اي نوع. فيه ريل تكنيكس، ده رخيص جدا وماركه كويسه قوي، وموجوده على نون وموجوده على امازون. في لو عايزين انواع فرش معينه قولوا لي وانا اقول لكم تجيبوا منين بالظبط. طبعا اللون ده هو باين عشان الاضاءه انه هو مش لوني، لكن لو في اضاءه ده عشان اضاءه ربنا قويه جدا، لكن لو في اي وقت تاني هتحسوا ان هو لوني بالظبط والله. هنا بقى بحط هايلايتر، ده من رير بيوتي. الاماكن اللي بحط فيها الهايلايت، انا ليه بص هنا، ابص هنا. بعدين انا بعمل ايه بقى، علشان هو اللي انا ناوي اعمله ان انا استخدم كريم بلاش، فده برضو بلاش من رير بيوتي، ده لونه اسمه جوي. هدمج الاتنين مع بعض. بعد ما حطيت البلاش برجع بقى بالفرشه بتاعت الفاونديشن وارجع ادمج كل حاجه مع بعضها. في الميك اب دي نقطه مهمه في الميك اب بالنسبه لسننا احنا، اللي هو فوق ال 30 ولا 40 ولا 50 وهكذا.
الباودر بيخلي الوش يبان اعجز، لانه بيبين جدا التجاعيد اوضح. فعشان كده كل ما نكبر كل ما المفروض نتجه تجاه ان انا استخدم فاونديشن جلوي وبلاش كريم وهايلايت كريم، علشان ما يكلكعش وما يعني ما يوقفش في التجاعيد بتاعتنا. فكل ما تبقى الحاجه كريمي كل ما بتبقى بتبان اصغر وبنبان الجلد طبيعي اكتر، والتجاعيد بتتمحي او بتستخبى. يعني شايفين اهو، ولا اكن حاجه يعني مش اكني حاطه بلاش عنيف ولا حاجه، بس اكني منوره من جوه محمره من جوه يعني البلاش باين طبيعي علشان دمجناه بفرشه الفاونديشن. بحط كميه قليله جدا 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 جدا. ده باودر ميك اب فور ايفر، وبستخدم لوس باودر في طبعا حاجات كتير مشهوره يعني لورا ميرسيه وغيره. شايفين بفضيها خالص تقريبا يعني، وبعديها على الاماكن اللي هقول لكم عليها اللي هي تي زون، اللي هي دي تحت العين هنا. بس كده. كل ما الجلد بيكون فيه جلو او لمع كل ما بيبقى شكله احلى، بالذات في سننا. هي خطوه السيتنج سبراي ده من نيكس. انا معظم الميك اب بتاعي اكتشفت انه من نيكس يعني. ده علشان يدمج كله على بعضه وعشان يدي جلو برضه. وهنا بقى بيجي مكان المروحه، بس هي مش معايا دلوقتي. طبعا اللي هيكمل اللوك وهيدي يعني شكل حلو للوش هو الروج طبعا. الليب لاينر ده لونه على نود بيج رينج بيتشي شويه، ده من نيكس برضو، اسمه امبيشن ستيتمنت. خلاص حطينا الليب لاينر على كله، ده على مش برتقاني يعني، بس على نود بيتش. هحط ليب جلوس ده من فنتي، وطبعا فنتي ليب جلوسز اللي هي الماركه بتاعت ريانا روعه الحقيقه. بصوا بقى هيغير ازاي شكل الليب لاينر، مجرد ليب لاينر ده مش روج. بصوا الجمال، خلق الروج الليب لاينر كده. بس خلصنا، فاضل ايه تاني؟ طيب هفك ده وارجع لكم. ادي الميك اب. طبعا ممكن يبقى اخف من كده، ممكن يبقى اتقل من كده حسب الظروف، لكن ده ميك اب التصوير اللي انا بعتمده. ولو يعني مثلا رايحه هو بس بحط عليه شويه حاجات زياده، شويه جليتر مثلا لو فرح ايفنت بالليل، او بخف خالص بقى الفاونديشن والكونسيلر، ما بحطش بقى كوريكتور وبعدين كونسيلر وبعدين كونسيلر. لو انا خارجه الصبح بحط حاجه خفيفه جدا زي تنتد مويسترايزر او حاجه خفيفه قوي، وما بعملش في العين طبعا كل ده ولا حاجه، هي ماسكارا وكحل وخلاص انتهينا على كده. لكن هو ده الميك اب اللي طلبتوه مني، وارجو ان اكون يعني استفدتوا حاجه، ده مبدئيا. وانه تردوا عليا بقى في الكومنتس عايزين حاجات شبه كده ولا لا، شكرا كفايه، خلينا في اللي احنا هنعرفه. اشوفكم دايما على خير. باي باي.